قطع تساؤلات وشكوك قد تصل إلى درجة الريبة رفيق في جاهزية المغرب لكان 2025، شهر أو عام بتمام والكمال على انطلاق هذه المنافسة، والمغرب لم يجهز بعد لسنة 2030، فما بالك في السنة المقبلة؟ تتوقع أن تواصل الكاف في مسعاها أو في مشروعها ومنح المغرب هذه المسابقة، أم أن الكاف ستعمل على الأمر الواقع وتسحب هذه المسابقة من المغرب؟ الجمهور العالمي، لأن الفيفا هيئة دولية كبيرة، الكل يلج إلى موقع الفيفا. شفنا ملاعب ليست موجودة على أمر الواقع، وهذه الصور توضح ذلك. نعم، ملاعب عبارة عن فوتوشوب وأقلام تلوين وضعت في حبر على ورق. نعم، حبر على ورق، وضعت في الموقع الرسمي حتى يصور للعالم أو الجمهور الرياضي أن المغرب يملك بنى تحتية ومنشآت وكذا، لكن في أمر الواقع هي كلها منشآت متهالكة، وهناك منشآت غير موجودة أصلا على الأرض الواقع، مثل ملعب الحسن الثاني. ملعب الحسن الثاني غير مجسد تماما، هو عبارة عن مجسم فقط تم وضعه في موقع الفيفا من أجل تصوير للناس أن المغرب جاهز أو في أتم الجاهزية لاحتضان عرس كروي مثل المونديال. والأدهى والأمر والد أن هذا الملعب في السعة الاستيعابية للجماهير 150 ألف مشجع. نعم، شيء عجيب، هو يتجاوز ماراكانا، حتى ماراكانا في البرازيل. نعم. على كل حال، يعني التقييم هذا تاع الفيفا كشف الكثير من